مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم يا حلوين حبينا نعمل معكم الكبة المشوية. حنكون معكم خطوة بخطوة. قبل كل شي لا تنسونا لايك شير سبسكرايب. اول خطوة معكم عنا هون بصل مفروم ناعم، لحمة مفرومة متدبلن بقلب بعضهم. ماما بنحط شي هلا ملح او بهارات او اي شيء اضافه؟ بنحط ملح وبهارات وبنرجع نحط كمون بقلب الحشوة. هيدي للحشوة الآن. وهلا هسه بنضيف بعدين بنضيف اللية معها بس لحتى تبرد اللحمة ويبردوا مشان نطلب اللية بقلبها. وهلا ضفنا اللية، فرمنا اللية وضفناها عليهم. الكبة المشوية صراحة منا طيبة من دنيا، بس هيدي مثل ما قلنا بس حرية، القرص بس بيطلع كتير طيب، وهيدي حرية شخصية. بس نحنا بنحبها دسمة، يعني هدول اللي بيحبوها دسمة جبل بنحطوا لي، ما بيحبها دسمة في يستغني عنها. بس شايفين شكلها ما شاء الله بيفتح النفس. وهدول الكرايات يلي عم نجهزهم، شايفين ما شاء الله قد جهزنا. وهي الكبة المقلية اللي بدنا نحشيها ونظبطها، وفينا نعمل نقرصها بايدينا مثل ما قلت لكم. يا حلوين شلنا صحن كبير للكبة المقلية. للكبة المقلية ما بدها اضافات، بس المشوية بدنا نعمل عليها اضافات، وحنحط لهم اكيد صنوبر للكبة المقلية والمشوية. هون بدنا نحط عليها اضافات هلا للمشوية. شو حاطه ماما هون بقى؟ حبق وحار بدنا نخلطهم للكبة المشوية. هاي المقلية وهاي المشوية، هدول الصنوبر. وهون للمشوية. وهلا هون عم نضيف الحبق والحار للكبة المشوية. الكبة المشوية بتاخد اضافات كتير، بس المقلية لا، مثل ما شفتوها بس بصل ولحمة وصنوبر وبهارات وملح ودبس رمان. لا، المقلية بدي لها دبس رمان ودبس رمان. المشوية شو اضافاتها ماما بعد؟ هلا تبرد اللحمة بس. لا تبرد اللحمة حتحط اللي وبتكون جاهزة الخلطة معنا. ما بنحط لها دبس رمان، ما بتأذي ومنيحة اللي كتير. ما بنحط لها دبس رمان للمشوية لا. اوكي يلا هلا بس تبرد بنبلش فيها نمشي نحنا وياكم خطوة بخطوة. هلا بنضيف دبس الرمان للكبة المقلية. هذا الشكل النهائي للكبة المقلية، الحشو اللي عندها هيدا الشكل النهائي. هلا حطينا وهلا يا حلوين هيدي خلطة عجينة الكبة مثل ما بيقولوا، سهلة ما بدها شي، مشان هيك ما دغري صورت لكم اياها. كيلو برغل، كيلو لحمة مدقوقة للكبة. شو الخلطة اللي بقلبها ماما بس قلتي؟ حبق، كمون وبصل. حبق وكمون وبصل وشوية ملح. بعدين فيكن تحطوا نص كيلو هبرة بكيلو برغل، يعني هيدا عريحتكن انتو شو تحبوا بتعملوا. كل انسان كيف بيحب ياكل الكبة. المهم تطبق. شايفينها ما شاء الله كيف ضابقة معنا، وبدها دعك يعني بدها عجن. مثل ما شايفين الكبة جبري بدها هيدي طريقة العجن. شو بدي اقولكم يا متابعيني، ريحتها بتعقد ما شاء الله. وهي حلوين كبتنا جاهزة على المجلة. هون يستحسن مدينا الشرشف ابيض على طاولة المجلة لنشتغل فيه، احسن ما نبقس الطاولة كلياتها وتبقس. وحطينا كيسين لنعمل عليها طابات. يلا حنشوف معكم خطوة بخطوة. بس هيدي حلوة لإلكم، يعني بده يعمل كبة يستحسن يمد شي عنده على الطاولة ويشتغل فيها. هون يا حلوين هيدي الكبة صارت معنا بهالنتيجة. يعني هون بنكفلها انها ناجحة معنا بهالطريقة، بس تتجمع بتبين انها ناجحة وبتطبق. يعني مهم تتجمع يعني ضبقت. وبنعمل طابات، بنبلش بنجهز هلا الطابات. بس نخلص الطابات وبدنا نطبق نمشي معكم خطوة خطوة.
يا حلوين، هيدي المكنة أسرع للكب المقلية، تطلع معنا بهالطريقة. بس ما حدا مصورة كتير هون مشان الصوت، اوكي، وفينا نقرصها على ايدنا يعني. وهدول الكبة المقلية حلوين، عملنا شوي صغيرة لأن احنا كنا مركزين على الكبة المشوية. هلا بدنا نبلش فيها. وهلا هون حطينا الطابات اللي نحن عملناهم بهالطريقة على الكيس. بنسكر الكيس بهالطريقة. وهلا بالصحن بنستعمل صحن عادي يا حلوين، لنستعمل نجيب هيدا الشكل الدائري. هيدي اول قطعة خلصت معنا مثل ما تكونوا شايفين وحشينا. بدنا نعملها بهالطريقة، شوفوا كيف شكلها، يعني اسرع ما نكبسها بايدينا. وهلا هيدي الثانية. هيدا هي النتيجة اللي بتطلع معنا، شايفين؟ حلوة وسريعة. وهلا بنحشي وبنسكرها، يعني هن موجودين. شايفين الحشوة اذا ما كانت كتيرة ما بتطلع لذيذة وطيبة. على فكرة شغل الكبة للمبتدئين حيكون صعب، بس مرة ولا مرة بطلع تمام. يعني اذا انتبهتوا ما استعملنا ايدينا كلياتها وهي مكانها. هلا هذا اول قرص عم فرجيكم اياه، هلا فرجيكم على كذا قرص كيف عملنا. شايفين الحشوة ما شاء الله. بدنا نشوف كيف طلع الشكل النهائي. هيدي. وهلا بدنا نبلش نشوي الكبة. عم نجهز الفحم، كبة مشوية على الفحم مش بالفرن. ما شاء الله ما شاء الله، يعني في اكلات عن جد يعطيهم عافية امهاتنا، بيتعبوا فيهم صراحة وبياخدوا وقت ومجهود معهم. وهالفحمات بلشوا يجهزوا. وهالكبة ما شاء الله مثل ما نكون شايفين معنا يا حلوين، ضربناها على القفا التاني. بس ما شاء الله ريحتها بتشق القلب. نحن صايمين. وهذا الفوج كمان خلص، بنحطه بطنجرة وبنغطي عليه. وهذا لحديت هون مشان ما يطول الفيديو عليكم بيكون خلص يا حلوين. بقي علينا بس هدول اذا الله راد. وهذا هو وصفتنا اليوم. فيديو اليوم هو الكبة المشوية. ولا تنسونا اللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو اللي عنا اليوم.